السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم لدينا فيديو سوف نحلله مع بعض ونرى من المخطئ ومن المصيب. ويبدو أن ميدو بالكبير أصبح في صف الشعب، أصبح يعطي آراء جيدة في بلاطو، إلا أنه محمد شيخي لديه رأي آخر. تابعون. كبير جدا على اللاعبين. ومباراة الأرجنتين ظهر اليوم بشكل جلي بأنها أثرت كثيرا على اللاعبين. ميدو، المباراة أثرت. كنت قلت في البداية بلي اللاعبين لعبوا تحت الضغط، لكننا نعود ونقول في الشوط الأول كيما ناناليزيو لي بون شوز ناناليزيو لي شوز نيجاتيف، باسكو نبنيو على النيجاتيف والبوزيتيف يقعد باين. النيجاتيف الشوط الأول ما كانش عندنا اون بروفوندور في لاطاك، ما كانش عندنا مرجع نلعبوا عليه في الهجوم. ما كانش فرصتين وثلاث فرص في 20 دقيقة الأولى. ميدو منين جات؟ تو ترانسفيرسال. هذاك هو السلاح، أنه ترمي الكرة في ظهر المدافعين الأردنيين. هذيك حنا اللي تلعب في ظهر الخصم. معليش، نعم المباراة كانت ممتازة. لا ميدو، لا. والشوط الأول كنا بعاد على بعضنا. الشوط الأول هذه راني معك ميدو، كنا تباعد بين الخطوط، كانت فيه فرق، ما كانش فيه تحرك. أجبني على هذا السؤال ساوي للاعبين وانت تخو ستاتيك. ميدو، أجبني على هذا السؤال. مادام بيتكوفيتش دخل بالتشكيلة غير المناسبة حسب رأيك، ونحن نحترم رأيك ميدو، لماذا خلقنا ثلاث فرص ماشي واضحة للتسجيل وجها لوجه؟ فرصتين لمحرز وجها لوجه ما فيهاش نقاش، وفرصتين لجويري. نسينا نحكيو على الفرصة اللي ضربها جويري وضربت في المدافع. قادرين نكملوا الشوط الاول 4. فهمني مادام صح جماعة اللي تفرجوا الماتش معنا، انا نحبسو هنا ما نخليهش يكمل. الناس اللي تفرجت الماتش وشافت محرز كيف خرج فاس، اشكو خرج محرز بوضعية مريحة جماعة صراحة. محرز صح فاس وجه لوجه، اسكو محرز خرج في وضعيه مريحه امام المرمى. محرز جرى قريب قلبو خرج هو يجري، دار لها الكونترول، او كي دار لها الكونترول كانوا معاه زوج جوارع، عندك الحارس والديفونسير، ضربها راحت. والزوجه فان كان مال بوزيسيون، واحد اخر ما يخرج فاس كيما هو سي محمد شيخي. نكملوا الفيديو. التشكيل كان خاطئ والخطه كانت خاطئه والتنشيط كان خاطئ. إذا بهذا التنشيط الخاطئ وهذه الخطة الخاطئة وهذه التركيبة الخاطئة نخلق 4 فرص في 20 أو 25 دقيقة، وماشي فرص عالية الجودة، يعني وجها لوجه. نحن نتحدث عن فرص ثمينة جدا أهدرها رياض محرز. هنا ما تلف لك ما والو. هنايا مع هنا كي دخل حاج موسى، اشكون حاج موسى خرج فاس كيما خرج محرز. محرز يعرف يخرج فاس، محرز يعرف يطلب الكرة في ظهر المدافعين. واحد اخر فما ما يخرج كاع فاس. لازم تكون تعرف تحلل، لا ماشي يهدر وخلاص. محرز فماك هو عنده الجوده ويعرف كيفاش يكونترولي لابال قدامه، ويعرف كيف يحط روحو في وضعيه. حنا كون راهم يعطولو لي بال شابين كيف يدير لها الكونترول كيما يلعب مع الاهلي ولا كيما كان مع السيتي، بصح ماهمش يهيئوا له الامور، ماهمش يهيئوا تيريلو في السما، تيراوها له هو الحقها وقبضها وزيد راكم تهضروا مش عاجبكم من حد. الله غالب بقى، هو دار اللي عليه ضربها ديفونسير قلعها. الله غالب صح راه عطاها هو، ما بصح ماشي حتى للدرجه هذه. دخل اي لاعب مكانه في ذوك زوج فرص، ما كاينش اللي يصنع له زوج فرص. هذوك كل زوج فرص انا بالنسبه لي محرز هو اللي يصنعهم. والسلام عليكم. كاين فان لقطات اخرى يتكلم فيها محمد شيخي، ما خلاش يهدر، ما خلاش ميدو يهدر عليه. ميدو عنده راي، ميدو مش قادر. ميدو راه عارف باللي الشعب راه عارف الحقيقه، راه بيقول الحقيقه، بصح ماهمش يخلوه في هذا البلاطو، ما يخلوه. انا عارف بلي ما يخلوكش تهدر راه ميدو ثما، والله ما تعطي رايك، لانه راهم يوقفوه. يعني كل ما نتفرج ديجا في هذا الفيديو دوك نوريكم كيفاش تلاصق معاه. نوريكم انا في هذه اللقطه هنا كيفاش ميدو ينفعل بسبب مقاطعه محمد لمين بالشبير له. و ندخل مع شنو نقول لك انا يا ميدو لا موحك حاب تقول لي بلي في الشوط الثاني ميدو انا لست مخطئ. لا انا على حق، لانه ما تكلمت عنه قبل المباراه. وجوب اللاعب بن بوعلي ومهاجم منطقه عادي، هذه التغييرات هذا رايك ولا تلزم به. كان يجب ان نبدا بها. ميدو هذا رايك ولا تلزم به احد. انا نتمسك برايه، تمسك ما كاش مشكل. انا محق فيما اقول. لا لست محق ولا غير محق، لانني اعرف جيدا كره القدم. لا ميدو، وشفنا الشوط الاول ميدو الشوط الاول يا ميدو. لا هذا ليس اسلوب نقاش.
لا، هذا ليس اسلوب نقاش. عندك رايك اسمح مديته، كيف رايك قاطع انا عندي راي نمده، فوزي عنده راي يمده، ما عندكش الحقيقه المطلقه انت. لا املك الحق المطلق. علاش راك تقول باني انا عندي الحق فاش قلت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. علاه؟ ما تقدرش تقول انا عندي الحق يا ميدو. انت تمد رايك، خلي الجماهير تحكم، خلي الفنيين يحكموا. انت قلت بلي اخطا في التشكيل، انا نقول لك لم يخطئ في التشكيل. هذيك هي التشكيله المناسبه اللي دخل بها. لما فشل في الشوط الاول والمنتخب الاردني غلق جميع المنافذ ولا يلعب ب 11 لاعب في الخلف، اعتمد على بن بوعلي في الكرات. انت كي تقول له ما خطاش في التشكيله، انت تفرض عليه في رايك، فاهم؟ انت فانك تفرض عليه. انت ما خليتوش يمد رايو، هو كي يقول لك رايي الصح، انت قلت له انت تعطي له في رايك، تقول له بلي اعتمد على التشكيله وهذيك هي التشكيله الصعيبه. انت فانك بغيت تفرض عليه راي وبغيت تفرض عليه كلام يقوله. خليه يهدر، عنده كلام بيقوله. دائما نقولها لك هذه، عنده كلام بيقوله خليه يقوله. تاريك تفرض عليه في الراي تاعك باللي ما خطاش في التشكيله. عنده الصح نومامو يبدا براس الحربه. هذه راس الحربه دائما الناس راهم عارفينها باللي اصبحت نقطه ضعف. احنا ما عندناش وسط ميدان وتزيد تدخل بدون راس حربه. الثقل عبء اللاعب كامل راه يطيح، عبء المباراه كامل راه يطيح على الدفاع. من بعد تبداو تهضروا ماندي، تبداو تهضروا على الاقل نهضروا صح. بالك بالضغط وكاع يسقم روحه وما يبداش يدير من راسه. انت كيف تدخل لي بدون راس حربه؟ الناس ساكنين عندنا الاردنيين تحسب رجعوا البرازيل ولا يدور اريونتي ويروح. ما فهم والو، حتى الدوزيام يطوبك بضروحو معاه بالرغم انه كان احسنهم. هذه يا خوينا راكم تشوفوا دائما الانحياز في التحليل الى اعطاء الافضليه الى بيتكوفيتش ولوم اللاعبين على طريقه اللعب. اللاعب يلعب كما يقول له المدرب، انا متاكد من كلامي، لانه اللاعب لو